إيران والعراق لا يمكن الفراق. كل سنة أكثر من 6 مليون إيراني يزور العراق، وأكثر من 4 مليون عراقي يزور إيران. بس ليش؟ لأن عندهم مزارات وطبيعة ما موجودة بكل العالم، وأكلهم طيب، وفوق كل هذا البلد جدا رخيص. أهلا بكم في مدينة كاشان. بهذا الفيديو راح أشرح لكم عن عملتهم التومان إيش قد تساوي، وأعلمكم شلون تسافرون لإيران بأقل التكاليف. الورقة الوحدة بإيران تساوي 9 مليون تومان. تخيل إنك تروح لإيران وتصرف ورقتين، راح ينطوك كمية فلوس تحير شلون تشيلهن ووين تضمهن. كل ما أروح لإيران أزور هواية أماكن، وخاف على فلوس لا يضيعن أو ينسرقن، ولقيت هذا الكارت حل كل مشاكلي بإيران، وراح يحتاجه كل مسافر عراقي في إيران. بالبداية تنزل تطبيق نيوكاش وتشوف أقرب وكيل عليك تروح تستلم منه هذا الكارت. بنفس التطبيق والكارت قدرت أحجز طيارة من بغداد إلى طهران، وبنفس الكارت قدرت أحجز فندق مرتب واقتصادي سعر الليلة الوحدة ب2 تومان، لأن هذا الكارت والتطبيق ينطونا أرخص الأسعار. هذا الكارت أعبيه قد ما أريد، وبعد ما أحتاج للفلوس الورقية أقدر أستخدمه بالمطاعم والمولات والمواصلات. لحد الآن زرت 9 محافظات إيرانية. بهذا الكارت دخلت أهم متاحفهم وجربت كل أكلاتهم، وزرت كل الأماكن الدينية بإيران. والأماكن الدينية دخولها مجانا ما يحتاج فلوس. زرت الإمام الرضا والسيدة المعصومة والسلطان علي ابن الإمام محمد الباقر. السفر إلى إيران ما يحتاج فيزا للعراقي، تقدر تروح لها بأي وقت. أما تكاليفك هناك فالورقة الوحدة تكفيك 3 أيام بأكلك شربك سكنك وجولاتك. شفت أجود أنواع السجاد بالعالم هو السجاد الكاشاني، وصعدت أكثر من 1000 درجة في مدينة ياسر السياحية. وبنهاية الدرج شفت شلالات، ومدينة كاشان كلها تبين من فوق. كل محافظات وسط إيران ما إلهن موسم محدد، تقدر تزورهن بكل الأشهر. وحتى تحافظ على فلوسك لا تنسى تنزل تطبيق نيوكاش وتحصل على الكارت من أقرب وكيل عليك.